بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل لكم نوع جديد من الكنافة. الكنافة البابلز زي ما انتم شايفين كده، طلعت شكلها تحفة، طعمها جنان، بتدوب في البق ده وبين تحطيها يا دوبك في بقك تبصي ما تلاقيهاش. وشكلها شيك كده، تعمليها لضيوفك، تعمليها لأولادك في أي وقت، سهلة جدا. وهوريك الطريقة اللي ما تاخدش معاكي وقت. هنا هنعمل العسل بتاعي. أنا جايبة كوبايتين سكر، هنحطهم من غير مية الأول. اول ما يلونوا كده معايا هتحطي الميه بتاعتك، هتبصي تلاقي تكتلت كده معاكي، ما تخافيش، هتدوب تاني والسكر هيدوب معاكي تاني. هتقلبي كده شويه وعلى النار هتبصي تلاقيه داب معاكي. هتحطي ذره ملح ليمون وشويه فانيليا سايله او فانيليا بودر، مفيش مشكله. 7 دقايق كده هتبصي تلاقيه بقى معاكي احلى عسل ممكن تعمليه، ذهبي كده وجميل. انا هنا جايبه نص كيلو كنافه، حطيتها في الفريزر قبلها بيوم عشان تجمد معايا واقدر اكسرها في منتهى السهوله. اول ما جمدت كده معايا بصي بكسرها بايديا، ما بتاخدش دقايق وتبصي تلاقيها فتفتت معاكي زي ما انت شايفه كده، بقت حتت حتت. هنجيب بقى معلقتين سكر بودر او سكر عادي لو ما عندكيش بودر، وتجي فيهم على الكنافه اللي كسرتيها دي. هتخلطيها كويس جدا، انا عايزاها تتخلط كويس جدا عشان اولا بتدي لون كويس، وثانيا بتعمل على تماسك الكنافه. هنضيف طبعا السمنه بتاعتنا حوالي كوبايه الا ربع كده سمنه. انا عايزاها تبقى متشربه بالسمنه كويس، لان الكنافه كل ما بتزودي السمنه بتاعتها بتبقى طعمها حلو قوي. انا حاطه زبده على سمنه بلدي، انت ممكن تحطي اللي موجود عندك، ممكن كمان تضيفي زيت ذره لو عندك، بيدي طعم برضو حلو ما بيبانش في الكنافه. وجايبه الصاج بتاعي دهنته سمنه كويس جدا، وجايبه المعلقه المعياريه. لو عندك معلقه معياريه ماشي، عندك معلقه بتاعه الجيلاتي ماشي، اي حاجه بنفس المنظر ده هتعملي بيها هتطلع معاكي اولا صغيره وهشه. مش هتطلع ناشفه زي ما بتلاقي ساعات الكنافه ناشفه، لا، تطلع هشه في منتهى الجمال. وبعدين بتعملي المقاسات كلها مرة واحدة، بتبقى شكل واحد ومنظر واحد ومقاس واحد، تطلع جميلة جدا. زي ما انتم شايفين كده انا عملت معايا 48 قطعة كلها متساوية بشكل واحد. زي ما انتم شايفين ما بتتفكش معايا، حتى لسه هي نية، ما حطهاش في الفرن ولا حاجة. هحطها في الفرن على درجة 180 في الرف الأوسط، وتسيبيها لغاية ما تحمر كده معاكي من تحت. تبدأي تفتحي ممكن الشواية عشان تدي ايه اللون الذهبي الجميل. عاملة الشربات بتاعي زي ما انتم شايفين كده، الشربات الذهبي اللي قلنا عليه في الأول. وهن هنسقيها كده من على الوش، شايفين هشة ازاي؟ ممكن تتاكل كده من غير أي إضافات. عايزة تضيفي لها إضافات هنوريكي دلوقتي هنعمل ايه. أنا جايبة هنا سوداني وجايبة مكسرات. السوداني هنحط لها كده معلقتين من العسل اللي انا عملته علشان يشبك في بعضه ويتماسك في بعضه. زي ما انتم شايفين كده اتمسك في بعضه عشان ما يقعش منك وانتي بتزيني الكنافة بتاعتك. كمان المكسرات بتاعتي برضو حطيت معلقتين كده برضو العسل، انا عايزاه يلزق في بعضه وما ما يقعش مني، وابص الاقيه بيقع مني وانا باكل، بيلزق في بعضه كده. وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هنقلبه تقليبة كده بسيطة. وكمان قطعت كراز كده من الكراز الجاهز اللي بيتباع في اي هايبر او عند حلواني، بتقطعيه كده قطع صغيره، بتدي منظر حلو قوي. حطيت جزء من السوداني زي ما انتم شايفين وحته من الكرازه كده، عطت منظر جميل قوي والولاد حبوها جدا، وزي ما بقول لكم طلعت هشه في منتهى الجمال. هنا عين جمل، جزء من عين جمل برضو ممكن تحطيه لوحده او تحطي معاه برضو حته كرازه، بتدي منظر جميل. هنا البندق برضو مكسرة انصاف، دي حاجات ممكن تعمليها، اشكال ممكن تعمليها. ممكن كمان لا ده ولا ده ولا ده، ممكن تحطي كريم شانتيه كده بالبلبلة كده اهو، تعمليها وردة كده وكفاية على كده. يعني عندك الاختيارات، ممكن تعملي اي اختيار من الاختيارات دي. زي ما انتم شايفين كده طالعه منظرها لذيذ جدا، وما اقولكمش طلع طعمها جميل قد ايه. او بتحطي بالمعلقه كده السوداني بتاعتك بتزينيها، بتطلع في منتهى الجمال. شايفين الاشكال بقى ونفسها الحجم حجم واحد، ممكن تروحي بيه بتحطيها في علبة وتروحي بيها لحد مثلا تكوني معزومة عنده ولا حاجة، تبقى احلى هدية بصنع ايديكي على الاقل.
زي ما انتم شايفين كده طلع في منتهى الجمال. انا مورياكم طبق صغير من اللي انا عملته، طلع جميل قوي. كل اللي داقه عجبه جدا. سهل جدا. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معكم فنجان.